بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ولد تركي ونحكي لكم اليوم على قصص الشاب خالد وكيف تورط في السياسة، كيف حتى دخل في هذه الأمور هذه وخلصها غير مرغوب فيه في الجزائر، سواء منعوه فعلا حقيقة أم مجرد دعايات، الله أعلم. المهم هو حاليا شخص منبوذ في الجزائر، وشفناه في الألعاب المتوسطية، الألعاب البحر الأبيض المتوسط، كيف كان يعني تم التخلي عنهم نهائيا، ولم يستدعى لا للغناء ولا بالاحتفال ولا لشيء ما. المهم هذا خالد ما نسوش باللي في وقت بوتفليقة كان يستقبل كالملوك، كان يستقبلوا الرئيس كما يستقبل الرؤساء والملوك وما استبعدش انه كان يتلقى اموال كبيرة، ومعناها باللي هو من الناس المتضررين من الحراك وتغيير النظام. إلا حبينا نقول نمشيو بهذا، كان نحكيو على النظام نقولوا من تغيير النظام، هو من بين الناس اللي تضرت، ونقدروا نزيدوا ما نقولوا هو جزء من العصابة، لأنه كان يستفاد وبصفته بأي صفة الله أعلم. توزيع الريع على كل حال، مال البترول كانوا يوزعوا فيه في وقت النهب والعصابة والقوى غير الدستورية كما نسميوهم. هو من بعد المغرب الله أعلم واش هو شو الفايدة تاعهم، يعني المروك وشو فايتهم كي يديو الشاب خالد، يعني سرقوا لنا الملك. احنا ما كان عندنا ملك الرايد داوه. حقيقة يعني حاجة تضحك، الله أعلم. الله المستعان. المهم انت، انا واحد يجي يقول لي الجزائر احسن بلد في العالم، ما راح نشوف فيه يعني بالريبة. كيفاش نعرف ظروف الجزائر وظروف كيفاش يعني المغاربة يعني يدخلهم في العقل. هذا واحد يجي يقول لي انا، يقول لي احسن بلد في العالم. بالنسبة ليك على الاقل كي تقول قول البلاد اللي خرجت عليا، شربت بلدان بزاف احسن بلد استقريت فيه ليا لظروفي معيشتي كذا، معليش. وزيادنا على هذا تقول الله ينصر سيدنا. سمحوا لي المغاربة، انتم بون عندكم هذه سيدنا، يعني هي ممكن كلمة تقدير أو توقير وكذا. احنا في الجزائر هي نعتبروها باللي استعباد، باللي عبودية. اللي يقول سيدي، كلمة سيدي نقولها غير سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، هو الوحيد اللي نقولوا سيدنا. الا كي يكونوا صغار معليش معلم القرآن ولا نقدروا نقولوا سيدي سيدي ولا. مي بصفة عامة لما الانسان في الجزائر يقول سيدي مباشرة، السيد الواحد عندنا هنا هو لسيدنا أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس الآخرين مهما يكون رئيس أو ملك نقولوا السيد، هو سيد، نعتبره سيد. السيد الرئيس، السيد الوالي، السيد الوزير. ولكن أنك تسيده على روحك، سيد عند روحه، سيد بقدره بقيمته بمكانته، ولكن ماشي يتسيد. هي أنك الإنسان يقول الإنسان آخر سيدي على أساس أنه هو عبد في العقلية الجزائرية. لكن الناس كثير ما فهموش الحكاية هذه، ولكن هذه هي اللي أنا واش حبيت نقول، أن النفسية الجزائرية بصفة عامة تنفر من هذه كلمة سيدنا. حتى الرئيس عمرهم الجزائري ما قالوا سيدنا. سيد الرئيس بصفة عامة، سيد الرئيس كاحترام وتوقير وكذا. مي سيدنا احنا عندها معنى سلبي. ممكن عند المغاربة يعني عندها هي عادية، ولكن عندنا احنا عندها حاجة سلبية. هذه هي لهذا لقيت جزائري ما نحوش نبدل المغاربة، لقيت جزائري يقولها، عرف باللي كاين حاجة مور الستار، معناها باللي السيد راه خالص واكل ومعاود هذه هي. نرجعوا لحكايتنا احنا في هذا فيما يخص المغرب. فيما يخصنا احنا الجزائر،
هي هذه فرصة تبين لنا باللي الناس هادو احنا عطيناهم اكثر من القيمة ديالهم، وهما لا شيء، لا خبر، ولازمنا احنا ماشي لازمنا يعني الحاجة اللي نتأسف ليها ونبحث عليها الآن ونحوس عليها أنا وين هي الحراك، وين عاد احنا الحراك كان في الشارع، احنا في الأصل الحراك قلنا نكملوه في كل شيء، الحراك في الجامعة، الحراك في المصنع، الحراك في الإدارة، الحراك في الفن، في القصيد، أين هو الحراك؟ الحراك أنا نشوفه يعني الفن الهابط راه ينتشر، الكلمات السوقية، الذوق العام راه ينقص، كاين امور يعني ما ناش نشوفوا فيها الحراك. نتمنوا الحراك يرجع في الامور هذه، الحراك الفني، حتى نتخلصوا من هذا كيفاش نقولوا احنا المستوى الهابط هذا، لانه خالد مهما يكون ماهوش يعني ماهوش نقدروا نقولوا موهبة مغني، ممكن عنده صوت وكذا وغنى بعض الأغاني من التراث وكذا، ولكن أنا شخصيا على بلا من كلمتي أنا كنت نفضل مام في وقت يعني الزهو، كنت نفضل أحمد وهبي على الفنانين الراي. المهم هذا رأيي الشخصي. هذه هي بون بالنسبة للمغرب يعني والله حاجة مضحكة، يعني النظام المغربي نقصد المخزن اللي كان من قبل يستقبل يعني نقولوا معارضين جزائريين مثل بوضياف، وما يوصلش حتى يحاول يأثر عليهم أو يجلبهم ليه شوية، ولا يتعامل معاهم، بخوف أن يحاول فقط أنه يستعطفهم. ولا المخزن بعد في التسعينات ولا دعم الجية واستقبل العيايدة، وبعد دوقة ولا يستقبل تخيل أنور مالك وعبود هشام وهذا خالد وفوديل والطلياني يعني هادو الناس هادو غدوة تخيل هادو تقارنهم مع الطوار والناس اللي كانوا في الثورة يفوتوا على المغرب ولا في بعد الاستقلال بوضياف وغيره. المهم ندير عليها حلقة إن شاء الله هذه باش نشرح الأمر يعني المستوى وين عاد، وهذا يعني يبين على نوع من الإفلاس أنا نشوف، والله أعلم. المهم الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.